مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات العشوائية وجايين نتكلم على ماتش سموحة. في الماتش اللي فات بتاع افريقيا انا طلعت اتكلمت، وكان بقالي فترة ما بتكلمش عشان احداث فلسطين، فطلعت اتكلمت وقلت يا جماعة يا اهل الخير، حد يقعد مع الراجل ده، حد يتكلم مع الراجل ده. الراجل ده عايز يفوق. الراجل ده من بداية ال 18 لعيب اللي انت واخدهم معاك المعسكر وانت حاسس ان في حاجة غلط، ما عندكش حلول. مفيش حلول خالص. مفيش حلول خالص يا كابتن كولر. حتى التشكيل بيدل من وانت اقسم بالله وانت بتحط التشكيل وبتنزل التشكيل، وانا متاكد ان انت مش هتغير لان انت ما عندكش تغيير. ايه التغيير؟ انت واخد كلهم مدافعين. انا مش فاهم. بدايه التشكيل كمان غلط. التشكيل من امتى قفشه وامام عاشور بتلعبوا في نفس الحته؟ انت خنقت اللعيبه، قفلت. انت بتلعب 4-1 4-1، قطعت. التلاتة اللي في الجنب إن كان قفشه ولا كريم ولا اكرم، التلاتة لعيبه سموحه عجبتهم الناحيه دي، وعلي معلول وامام وحسين الشحات نفس الكلام. ما عندكش الارم يبون ان انت في حاجه غلط من اول 20 دقيقه. ايه المشكله لما تعمل تغيير؟ ايه المشكله؟ المشكله في ايه لو طلعت قفشه او طلعت امام عاشور ونزلت ديانج ظبطت الدنيا؟ الاجهزه اللي في الظهر دي بتاعت البدني دي لازمتها ايه؟ مين بيتبص عليها؟ مين بيتفرج عليها؟ يعني انت ما جالكش الارم ان حسين الشحات من الدقيقه 50 من الشوط الثاني مستواه نزل، مش قادر يجري؟ ما جالكش الارم ان كريم صلاح محسن من الدقيقه 30 ما بيجريش؟ يعني مش فاهم. وبعدين حتى في التغييرات انت منزل زعلوك مكان مين؟ مكان قفشه، صح؟ ومنزل احمد عبد القادر مكان كريم اللي هو اصلا الوحيد اللي بيتحرك فيه. يعني حسين الشحات بقى له قال حتى الكورنر مش عارف يرفعه. يعني حتى الكورنر حسين الشحات من ساعه ما جدد وهو مش قادر يعمل اي حاجه. وانت واقف على الخط مش قادر تدي تعليمات لان انت واصل لك ان انت مش قادر تعمل حاجه. ما عندكش حلول. هو ده كولر بتاع الموسم اللي فات اللي هو اصلا لاعب نفس هي نفس الناس، وهي نفس المدربين، وهي نفس اللعيبه. كنت بتكسب ثلاثات واربعات وخمسات، وكنت بتعمل عندك حلول. كنت بطلع اقول عليك بابا الشغلانه عشان انت كنت بتعمل حلول. الحلول كانت عندك متوفره. كنت بتلعب من العمق، كنت بتشوط من بره المنطقه، كنا بنعمل عرضيات، كنا بنلعب من لمسه واحده بنعمل وان توات. فكان عندنا حلول كتير. انت المره دي ما عندكش حل. انت 90 دقيقه ما رحتش للجول. 90 دقيقه احنا حتى الشوطه ما اتشاطتش على الهاني سليمان. وبعدين احنا عايزين نعرف انت مقيم يعني اللعيب اللي بيلعب ضربه ركنيه هو بيلعبها بناء على ايه؟ اللعيب اللي بيلعب فاول بيلعبها بناء على ايه؟ يعني يعني انت مثلا مختار حسين الشحات وعلي معلول وامام عاشور وكل ده بيلعب بركنيه. مين فيهم يعني ايه الميزه اللي في حسين الشحات بيلعب بيها كورنر؟ ايه الميزه مثلا في كريم فؤاد ان هو يشوط فاول؟ انت ممكن احنا محتاجين نعرف هل انت بتدرب اللعيبه؟ طب فين الاجهزه اللي كانت في المطار اللي احنا بنتدرب عليها؟ كل ده محتاج اجابات. يا جماعه احنا داخلين في فتره حرجه. خسرنا بطولتين مش هنقدر نخسر الثالثه. خسرنا بطولتين مش هنستحمل ان احنا نروح نتهان في كاس العالم.
مفروض، وانا اللي انا عرفته ان انت كان المفروض عندك اجتماع مع الاداره وما رضيتش تروح عشان مركز في ماتش سموحه وما عملتش حاجه. فين التركيز؟ انت بره التركيز، بره التركيز جدا خالص. لازم الناس تقعد معاه وتفهم دماغه فيها ايه. لو حد قايل له ان انت جايلك عروض هتطلع بره خلص كاس عالم وامشي، الكلام ده كله لازم الناس تفهمه من الاول ان ده مش صح. عايز تمشي امشي من دلوقتي، عايز ترحل تروح في اي حته تاني روح، احنا ما عندناش مشكله. الاهلي عمل جوزيه وعمل موسوماني وعمل فايلر وعمل كولر وعمل كل المدرب، ما عندناش مشكله. اي مدرب هيجي هياخد بطولات بالجمهور وباللعيبه دي. لازم تفوق، مش هتفوق امشي. وعايز اقول كلمه لجمهور الاهلي، هل انت متخيل ان صلاح محسن ده يبقى ينفع يبقى مهاجم النادي الاهلي؟ عشان بس في ناس بتقول احنا بنهاجمه وبيقول لنا وش وبيقول لنا اسكتوا عشان جاب جول. انت ولا جبت 10 15 جول مش هتبقى مهاجم الاهلي. انت ولا عندك شغف ولا عندك روح ولا عندك فنيات ولا عندك دماغ ولا عندك اي حاجه. انت لعيب ضيعت منك ومن حياتك 3 4 سنين على الفاضي. ما عملتش اي حاجه للاهلي، ما فدتش اهلي في اي حاجه. في 4 سنين ولا ال3 سنين اللي انت جيتهم ما عملتش اي حاجه تنفع تقول عليك ان انت مهاجم. فما بتجيش تقول لي هش، ده انت اللي هش، انت اللي تسكت، انت اللي تركن بقى، كفايه عليك كده. ما حدش يقول لي ان معلش ان ندعمه. احنا دعمناه بقى لنا 4 سنين بندعم فيه. ده احنا لو بندعم في بطه، في بطه كان زمانها قلبت بقت ديناصور دلوقتي. وتخيل لما يبقى نجم الفريق بتاعك هو مروان عطيه، يعني نجم شايل خط النص لوحده بيلعب لوحده، حتى الهفات ما كانتش بترجع، الواد بيجري يمين وشمال. علي معلول هلك، اكرم هلك، ربيعه، محمد عبد المنعم، هم دول الخمسه اللي كانوا بيلعبوا النهارده. الباقي على الله ان شاء الله، على الله ان شاء الله. والواد امام عاشور شويه، انما في حتت كده برضو محتاجه ان هي تتنضف يعني. في حتت كده بيروح واخد الكوره هوبا، لا في حتت ما ينفعش في عز الضغط اللي انت فيه ده. لازم تفكر، يبقى عندك مخ. يعني احنا كنا بنقول انت القطعه اللي ناقصه ليه؟ لان لعيبه الاهلي مثلا كلها بتطير وانت واقف على الارض ثابت، لا انت بدات تطير معاهم. هيبقى هم عدوك باين ولا ايه؟ مش فاهم. حتى احمد عبد القادر صدق، طاهر محمد طاهر على الله. انا مش فاهم يعني، لعب ماتشين حلوين، الماتش التالت اتصاب من 3 سنين هو كمان. انا مش فاهم فيه ايه. حسين الشحات جدد من هنا وراح مفسر عجل. لازم وقفه قبل كاس العالم يا رجاله، لازم وقفه قبل كاس العالم يا رجاله، عشان لو ما فقتوش هتصحوا على كارثه. شكرا.